القهوة المشروب الأشهر وتاني أهم عنصر تجاري في العالم بعد النفط. يوميا بيتم استهلاك 2 مليار كوباية قهوة، ووصل استهلاك العالم ل 164 مليون كيس سنة 2020، وده اللي بيفسر لك قوتها الاقتصادية المرعبة. وفيديو النهاردة معمول علشان نتعرف على تاريخ القهوة وبدايتها وبداية صناعتها. وكالعادة قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب علشان ده بيساعدنا كتير. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا. مفيش بيت او مكان شغل حرفيا الا وهتلاقي موجود فيه القهوه، وسواء كنت بتحبها او لا ما تقدرش تنكر ان ليها مذاق خاص جدا ومميز. مصدر القهوه الاول او بالبلد اكتشافها فليه قصص كتير، لكن هحكي لك النهارده على القصه الارجح في الموضوع. الاولى بتقول ان كالدي راعي الغنم الاثيوبي لاحظ ان بعد ما الاغنام بتاعته اكلت من ثمار لونها احمر شبه الكرز ان الاغنام بقت نشيطه جدا، فقرر هو كمان انه يجرب وياكل منها، وبالتالي حس هو كمان بالنشاط والحيوية. وعلشان يتأكد أكتر من نظريته أخد الحبوب دي لراهب في الدير، وده كان علشان يجربها، لكن الراهب ده خاف من الحبوب ورماها في النار. وبعد شوية هما الاتنين لاحظوا ريحة حلوة جدا وهي ريحة تحميص القهوة، فرجعوا أخدوا الحبوب دي وطحنوها، ومن هنا بدأت قصة أول كوباية قهوة في التاريخ. ودي القصة الأولى باختصار علشان ما أطولش عليه. القصة التانية بقى تخص العرب، وبالتحديد اليمن اللي كان فيها الشيخ عمر، وده كان شيخ اتنفى للصحراء، ومع قلة الأكل الشيخ عمر ده بدأ يدور على أي حاجة في الصحراء ياكلها، لحد ما وصل لحبوب لونها أحمر فجربها، وبالفعل حب طعمها جدا، وعلشان يقدر ياخد منها أكتر استفادة قرر إنه يشربها، فبدأ يحطها على النار علشان تلين، وعلشان يقدر يضيفها للمية ويشربها، وبالفعل عمل كده، ومرة في مرة حب جدا مفعولها المنشط. ودي كانت القصة التانية باختصار، وحكاية من ضمن الحكايات. الحقيقة ان في حكايات كتير بتدور حوالين الموضوع، لكن ما نقدرش نقول ايه الصح وايه الغلط، خاصة ان الموطن الاصلي لشجرة البن هو اثيوبيا، في حين ان اول دليل على تحميص القهوة وطحنها كان في اليمن. الاكيد ان كل سجلات التاريخ بتثبت ان المجتمع الاسلامي كان مستهلك للقهوة بداية من القرن ال15، وتحديدا الصوفيين اللي كانت بتساعدهم انهم يسهروا في الاحتفالات الدينية الطويلة. وبكده نقدر نقول ان تجار اليمن هم اللي جابوا البن من اثيوبيا لليمن، وشعب اليمن حمصوها وشربوها على صورتها المعروفة حاليا، ودي الرواية المنطقية طبقا لسجلات التاريخ. طيب سؤال تاني، ازاي بقى القهوة وصلت لأوروبا؟ بص يا سيدي، اول دخولها كان عن طريق هولندا اللي عملت مزارع للبن جوه سريلانكا، وفي القرن ال18 بدأت فرنسا في زراعة شجر البن قرب البحر الكاريبي، ومن بعدها دخل البرتغاليين البن للبرازيل. يعني اي بلد كان متوفر فيها ظروف زراعة البن الاوروبيين استغلوها، وده علشان يطلعوا اجود انواع البن. طيب هو البن ده مش نوع واحد؟ ده طبعا سؤال ممكن يسأله شخص خلفيته مش كبيرة عن القهوة او لسه مبتدئ بيشربها او ما بيحبش القهوة، فهنجاوب عليه. الحقيقة انه لا طبعا، البن ليه انواع كتير جدا زي الارابيكا، ودي تعتبر هي افضل انواع البن، وطبعا اكثرهم طلبا، وده لان طعمها حلو وحموضتها قليله، لكن طبعا سعرها غالي لان زراعتها صعبه ومكلفه. تاني نوع وهو الروبوستا. الروبوستا هو تاني اشهر نوع بن، ويعتبر تلت انتاج البن في العالم. يعني نقول ان القهوه بتنقسم لارابيكا وروبوستا. الارابيكا هي الانواع الاغلى سعرا والاكثر طلبا والعاليه جدا في القهوه، اما الروبوستا فهي انواع برضو كويسة ولكن متوسطة وتحت المستوى. وطبعا كل قسم من ده بيندرج تحتيه انواع كتير جدا من البن. في الغالب هتلاقي المطاحن بتخلط بين الاتنين في تركيباتها، وده علشان تجمع بين مميزاتها. يعني مثلا الارابيكا طعمها اقل مرارة من الروبوستا، لكن في نفس الوقت الروبوستا نسبة الكافيين فيها اعلى، وهكذا. وكل تركيبة او كل توليفة من التوليفات بيتحدد فيها النوع على حسب المذاق او على حسب الشخص اللي طالبها، وطبعا بيتحدد نسبة الكافيين فيها ايه وسعرها برضه. كده انت معاك معلومات كافية عن اشهر نوعين للقهوة او اشهر قسمين للقهوة، واللي ممكن في حياتنا اليومية نتعرض لاسمائهم. لكن طبعا في انواع تانية زي بن كتواي وبن جيشة وغيرهم. الحقيقة ان القهوة كان ليها مفعول السحر من وقت اكتشافها، وخاصة في اوروبا، لدرجة ان معظم الاوروبيين استبدلوا النبيذ والخمور اللي كانوا بيشربوهم على الصبح بالقهوة، وبقت هي مشروب الطاقة المفضل عند الاوروبيين. لكن مش عايزك تنسى برضو
ان في يوم من الايام القهوة دي كانت معروفة بمشروب الشيطان، ولو ما تعرفش فالمسيحيين في الغرب كانوا بيعتبروا القهوة في بداية ظهورها هي من عمل الشيطان، وان اللي يشربها سهل جدا الشيطان يتملك منه. وفضل الغرب مانعين نفسهم من شرب القهوة 700 سنة، لحد ما اتطرحت قضية شرب القهوة على البابا كليميت الثامن اللي اجاز شربها، ولكن برضو الكاثوليك المتدينين ما اقتنعوش وخافوا يشربوها، فطلع البابا وشرب القهوة قدامهم واعلن ان القهوة رسميا غير ممسوسة من الشيطان. طيب استكمالا للحكايات دي عايزين نعرف القهاوي اللي بنشوفها في الشوارع جت منين. الحقيقة ان مفهوم القهاوي والكافيهات اول ما ظهر فكان عند العرب، وخاصة شبه الجزيرة العربية، وده كان في القرن ال15، ووقتها كان مكان بيتجمع فيه الناس للعب او بيسمعوا فيه شوية مزيكا. ومع ظهور القهوة وانتشارها بقت الناس تروح هناك بس علشان تشربها، ومع زيادة شعبية القهوة وانها تبقى المشروب رقم واحد في كل دولة تدخلها، الكيميائيين فكروا في نسخة منها تكون اسهل في التحضير، وقد كان. الكيميائي ساتوري كاتو اخترع القهوة سريعة الذوبان، ودي اللي احنا نعرفها الايام دي باسم النسكافيه. لو دورت في كل بلد هتلاقي في طريقة خاصة معروفة بتحضير القهوة فيها، زي مثلا امريكا اللي بيشربوا القهوة خفيفة، وده عكس اللي موجود في اوروبا والدول العربية. اما الايطاليين فالقهوة منتشرة عندهم اكتر في صورتين، وهما الاسبريسو والكابتشينو، وده شكل من اشكال القهوة مر جدا بالنسبة للامريكان. جت بقى وقت الحرب العالمية الاولى، والجنود الامريكان المتمركزين في ايطاليا حنوا للقهوة الخفيفة بتاعتهم، فالمقاهي في ايطاليا بقت تبيع الاسبريسو مع كوباية مية سخنة، وده كان تضامنا مع الجنود الامريكان علشان يقدروا يخففوا بيها الاسبريسو. ومن هنا جت فكرة الامريكانو. تعال بقى اختم لك بشوية ارقام هتصدمك. ارباح صناعة القهوة عالميا وصلت ل 60 مليار دولار سنويا، وستاربكس لوحده عنده اكتر من 28865 متجر لبيع القهوة في 78 دولة. عايز فعلا تعرف اهمية القهوة وصناعتها في السوق المحلي على الاقل؟ بص حواليك هتلاقي متاجر فتحت وعملت اسامي كبيرة من بيع القهوة فقط باشكالها. هتلاقي ان في فئات عمرية مختلفة بتخصص جزء من دخلها لشرب القهوة، وده ابدا مش غريب لان القهوة فعلا سحر، ومع كل وجود ليها حكاية، وكل شخص مننا قادر يخلق حالة خاصة بيه بالطريقة اللي يحب تتحضر بيه قهوته. ولحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم. شكرا لكم على المشاهده، وما تنسوش تدعمونا باعجاب وتشتركوا في القناه علشان يوصلكم كل جديد. شكرا لكم واشوفكم الحلقه الجايه.